بعجينة واحدة عملت 3 أنواع مختلفة من الصابلي. عندي 250 غرام من الزبدة النباتية، ضفت لها نصف كاس من زيت المائدة ثم كاس من السكر الناعم. نخلط جيدا ثم نضيف بيضتين كاملتين مع الخلط. أيضا نضيف كيس من سكر الفانيليا ثم نقسم العجينة إلى قسمين. القسم الأول نضيف له حوالي نصف كاس من فول السوداني أو الكاوكاو المرحي. القسم الثاني نضيف له حوالي ملعقتين من فلون بذوق الليمون. القسم الأول من العجينة نضيف لها ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو، ونضيف أيضا لكل قسم 3 ملاعق من نشاء الذرة، زائد ملعقة صغيرة من خميرة الكيميائية لكل قسم. وفي هذه المرحلة نبدأ نضيف في الفارينة أو الطحين الأبيض حتى نتحصلوا على عجينة طرية. نغطيوهم بكيس بلاستيك ونخلوهم مدة 5 دقائق باش يرتاحوا، ومن بعد نبسطوهم ونشكلوهم بالأشكال اللي بغيناها. أنا كمثال عملت 3 أشكال مختلفة. وهنا بعد ما خرجتهم من الفرن، وباش نلصق الصابلي عندي كمية من معجون المشماش، ضفت له كمية من حلوة الترك أو حلوة الشامية، ضفت لها كمية من الكاوكاو المرحي، وبديت نلصق في الصابلي. وكتزيين آخر أنا هنا عندي صابلي فيه ثقوب، حطيت عليه كمية من طوفيا كراميل أو الكراميل. وبالنسبة للتزيين النهائي كاين صابلي غلاسيتو بالشوكولا البيضاء، والنوع الثاني مسحت عليه بمعجون المشمش ورمته في الكاوكاو المرحي المحمص وزينته بخطوط بيضاء. والنوع الأخير حشيته بحشوة حلوة الترك والمربى والكاوكاو وغلاسيته من الفوق بالشوكولا البيضاء. والتزيين يكون إما بورود من عجينة اللوز أو الورق الذهبي. وفي الأخير نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو القصير، ونتمنى تشجعوني وتدعموني. إلى اللقاء.